ازيكم يا جماعة؟ معاكم ميرو في قناتي اللي بناخد فيها جولة كل مرة في عالم الجرائم الغامضة. قصص ساعات تحس إنها طالعة من فيلم رعب، بس صدقوني كلها حقيقية. كل حلقة هنا هنفتح ملف جديد ونتكلم عن تفاصيل هتخليكوا تعيدوا التفكير في الدنيا والناس اللي حوالينا. لو انت بتحب الغموض والتشويق يبقى انت في المكان الصح. في ليلة دافية من ليالي مدينة بترولينا البرازيلية، ليلة شكلها عادي جدا، مليانة أطفال بيضحكوا، موسيقى في الخلفية، وأهالي مطمنين إن أولادهم في أمان. حصلت واحدة من أبشع الجرائم اللي غيرت تاريخ المنطقة كلها. كانت بياتريس أنخيليكا موتا، بنت عندها 7 سنين بس، طفلة بريئة لابسة فستان حفلتها وماسكة عصير وبتجري بين أصحابها، من غير ما تتخيل إن حياتها ممكن تنقلب في ثانية واحدة. في أقل من دقيقتين اختفت بشكل غامض ومن غير شاهد واحد شافها بتروح فين. ومع إن المكان كان مليان ناس، إلا إن الحقيقة كانت أظلم من إن حد يلاحظها. الشرطة اتبلغت بعد دقايق، ومع بداية البحث حصلت الصدمة. الجسم الصغير لبياتريس اتلاقى جوه المدرسة في مكان مفروض يكون آمن، والمشهد كان مرعب لدرجة إن فرق التحقيق نفسها اتصدمت. اللغز ما كانش في الجريمة بس، اللغز الحقيقي كان في إزاي حصل ده في مكان مليان ناس، وإزاي حد قدر يدخل ويخرج من غير ما حد ياخد باله. وبدل ما الحقيقة تظهر بسرعة، القضية اتعقدت أكتر، ومع السنين بقى عندنا مشتبه فيهم بدون دليل قاطع، كاميرات معطلة، وقت مفقود مش معروف مين كان فين خلاله، وتحقيقات بتتفتح وتتقفل من غير إجابات. قضية بياتريس بقت رمز للفشل الأمني، وبقت كابوس لسنين طويلة، لدرجة إن أهلها اضطروا ينزلوا الشارع يعملوا مظاهرات يطالبوا بالحقيقة. لكن الحقيقة كانت دايماً مختفية، بالظبط زي اللحظات الأخيرة اللي اختفت فيها بياتريس. النهاردة بعد أكتر من 20 سنة، لسه السؤال اللي بيطارد البرازيل كلها: مين قتل بياتريس؟ وليه؟ وإزاي قدر يهرب من العدالة؟ اليوم كان مختلف عند أسرة موتا. المدرسة الخاصة نوسا سينيورا أو سيليادورا في مدينة بترولينا كانت عاملة حفلة تخرج لطالب من ولاد الأسرة، وكل الأهالي كانوا موجودين. القاعات مليانة ضحك، موسيقى وتصوير، والجو كله كان احتفال. بياتريز، الطفلة اللي عمرها 7 سنين، كانت لابسة فستانها وبتجري وسط أصحابها. كانت مبسوطة، وده آخر يوم شافها فيه أهلها وهي بخير. حوالي الساعة 9:45 مساءً، الأم لوسيلا كانت بتتكلم مع ناس من المدرسة. الأب ساندرو روميل موتا كان جوه القاعة الرئيسية. بياتريز خرجت من جنبهم لثواني عشان تشرب من نافورة الموية اللي في الممر. ولو حسبنا من أول ما اتحركت لحد ما لاحظوا إنها مش موجودة، الوقت ما كانش حتى دقيقتين. الأب بدأ يدور عليها في الممر، الأم خرجت للساحة. المدرسين لفوا المدرسة، ومع أن المكان كله كان مفتوح ومليان ناس، بياتريز اختفت. الأب لاحظ حاجة غريبة: البنت ما كانتش مع أصحابها وما رجعتش للقعدة، وما حدش شافها بتخرج من المدرسة. بعد دقايق من الفوضى والنداءات، سمع أحد الحراس صوت الأم بتصرخ: ساندرو، تعال بسرعة! الأب دخل المدرسة وجري على الصوت، وهناك حصلت الصدمة. في ممر خلفي جوه المدرسة، قريب من غرفة تخزين، لقوا بياكيز. كانت مرمية على الأرض، والمشهد كان أسوأ مما يوصف. الحقيقة المثبتة في تقرير الشرطة هي: الطفلة اتطعنت 42 طعنة. السلاح كان سكين كبير، غالباً من اللي مستخدم في مطبخ المدرسة. ما كانش فيه أي أثر مقاومة كبير، دليل إنها اتفاجئت. وقت الوفاة كان سريع جدا، دقايق فقط بعد الاختفاء. ده كله في مدرسة مليانة ناس في حفلة، وفي وقت الكل واقف قريب من بعض. الأب قال في التحقيق: المكان اللي لقيتها فيه كان مفروض يبقى مقفول، إزاي حد دخل؟ هنا ظهرت أول نقطة غريبة.
كاميرات المدرسة الرئيسية مش شغالة في اليوم ده. المدرسة ما عندهاش تسجيلات واضحة للتحركات الداخلية. مفيش أي شاهد شاف شخص غريب واخد بياتريز. كأن اللي عمل الجريمة كان عارف المكان وعارف الزوايا اللي مفيش فيها كاميرات وعارف إزاي يمشي من غير ما حد يحس. التحقيقات أثبتت بياتريز اتسحبت لمكان ضيق بعيد عن التجمعات. الجريمة حصلت بسرعة شديدة. المشتبه ارتكب الجريمة ومشي من غير ما يسيب أثار واضحة. باب جانبي للمدرسة كان مفتوح رغم إنه المفروض يكون مقفول بالليل. في ظرف 15 دقيقة فقط انتقلت القضية من طفلة ضيعة لواحدة من أبشع الجرائم في تاريخ البرازيل. الشرطة وصلت، الناس اتجمعت، المدرسة اتقفلت، ومع كل اللي حصل مفيش شاهد واحد شاف بياتريز وهي بتتخطف، ولا حد شاف القاتل وهو بيروح أو بيهرب. وأسوأ حاجة، الأب والأم اضطروا يشوفوا آخر لحظات بنتهم في مكان كان مفروض يحميهم. بعد ما الشرطة وصلت المدرسة في ليلة 10 ديسمبر 2015، كان أول تحدي قدامهم هو مشهد جريمة معقد وفيه علامات كتير مش ماشية مع بعضها. أول خطوة كانت إغلاق المدرسة بالكامل، لكن الضباط واجهوا مشكلة واضحة: مئات الأهالي لسه جوه، ناس بتجري وتبكي، ملامسة غير مقصودة لمكان الجريمة. ده أثر بشكل مباشر على جمع الأدلة، لأن المكان اتلوث قبل ما يتقفل رسمياً. الشرطة دخلت غرفة التخزين اللي وجدت فيها بياتريس. المشهد كان حاد وصادم ومشترك في كل التقارير الرسمية: طعنات كتير ومتقاربة، مفيش أي علامة تدل على وجود مقاومة قوية، السلاح مش موجود في المكان. ده خلق سؤال مبدئي: القاتل كان سريع ولا كان حد يعرف يتحرك في المدرسة من غير ما يلفت الانتباه؟ أول إجراء اتاخد كان جمع تسجيلات الكاميرات، وهنا ظهرت أول فضيحة في التحقيق: كاميرا الممر الرئيسي مش شغالة وقت الجريمة، كاميرات داخلية تانية مقطوعة من فترة. الكاميرا الخارجية الوحيدة اللي سجلت حاجة جابت دخول وخروج ناس، لكن مفيش أي لقطة واضحة لشخص مشتبه بيه مع بياتريس. وفي تقرير رسمي الشرطة كتبت: عدم وجود تسجيلات داخلية عطل التحقيق في الساعات الأولى، وده خلى القضية أصعب من البداية. الشرطة بدأت تمشي خطوة خطوة جوه المدرسة. الملاحظة اللي اتثبتت رسمياً: الشخص اللي عمل الجريمة اتحرك في ممرات جانبية. الممر اللي اتسحبت إليه بياتريس مظلم وما كانش فيه ناس كتير. في باب جانبي للمدرسة كان مفتوح رغم إنه المفروض يتقفل بعد المغرب. ده فتح باب الشك في طرف من جوه المدرسة أو حد يعرف نظام المكان كويس. الشاهد الأول عامل نظافة قال إنه شاف رجل غريب ماشي بسرعة في الممر الخلفي قبل اكتشاف الجريمة ب15 دقيقة، لكن ما قدرش يوصف ملامحه. ما كانش متأكد إذا كان من ضيوف الحفلة ولا لأ. مفيش كاميرا دعمت كلامه. الشاهد التاني ولي أمر طالب قال إنه لاحظ باب جانبي مفتوح. لما سأل موظف المدرسة عنه ما حدش كان يعرف المفتاح مع مين. في أول 24 ساعة الشرطة استجوبت 8 مدرسين، 2 من العمال، 3 أفراد أمن، 4 من طاقم الخدمة. وكان في ملاحظتين مهمين جداً: 1. الأمن ما كانش منتبه للممر الخلفي إطلاقاً. 2. في موظف واحد اختفى بعد الجريمة بساعات وما ردش على أي حد. الموظف ده اتعرف لاحقاً وكان ليه دور مهم جداً في الفصول اللي بعد كده. الطب الشرعي أكد إن الطعنات متكررة بسرعة، عمقها 1 وكلها من نفس السكين. وده معناه إن القاتل كان مسيطر وما كانش فيه قتال، يعني بياتريس اتفاجئت تماماً. وكمان الجريمة تمت في ظرف دقايق قليلة جداً. القاتل اختفى قبل ما حد يلحق يشوفه. المدرسة فيها حوالي 500 شخص في الليلة دي. الأهالي واقفين، القاعات مليانة، الممرات مش فاضية. إزاي؟ حد ياخد طفلة، ينقلها المكان مهجور، يرتكب الجريمة ويخرج من المكان من غير ما أي حد يشوفه؟ الشرطة كتبت كلمة واضحة في المحضر: الجاني عرف يتحرك بدقة، ده مش شخص عشوائي. حتى نهاية ليلة 10 ديسمبر مفيش مشتبه محدد، مفيش سلاح، مفيش شاهد مباشر، ومفيش تسجيلات تساعد. الناس في بترولينا نزلوا الشارع يطالبوا بحقيقة واضحة، والإعلام بدأ يغطي القضية كأنه لغز مستحيل.
الشرطة نفسها قالت أول 12 ساعة ضاعت من غير أي طرف خيط. من أول ساعات اليوم التالي للجريمة الشرطة في بترولينا كانت شغالة ليل ونهار. المدينة كلها في حالة صدمة، والمدرسة اللي كانت من كام يوم مكان ضحك وغنى بقت دلوقتي مركز تحقيق مكثف. الضباط رجعوا لغرفة التخزين اللي اتوجدت فيها بياتريز، لكن المرة دي كان معاهم فريق الطب الشرعي بالكامل. الغرفة صغيرة هادية وما فيهاش أي حاجة مميزة، غير إن كل ركن فيها كان ممكن يكون مفتاح لجريمة العالم كله بيتكلم عنها. الفريق بدأ يركز على نقطة محددة جداً، بقعة دم صغيرة كانت أبعد شوية عن بقية آثار الدم. شكلها ما كانش غريب، لكن مكانها مش منطقي. البنت وجدت في الجهة المقابلة، إزاي نقطة وصلت للناحية دي؟ الخبير اللي كان موجود قال جملة قلبت التفكير كله: دي مش من الضحية، دي من الجاني. تحليل أولي للدم أكد إنه مش دم طفلة ومش من نفس فصيلة بياتريز. ده كان أول دليل حقيقي يظهر في القضية، أول حاجة ملموسة ثابتة ممكن تبني عليها الشرطة تحقيق كامل. من اللحظة دي التحقيق اتغير تماماً. الضباط بطلوا يدوروا بس على شهود، وبقوا بيدوروا على الشخص اللي نزف جوه المكان، والاحتمال الأقوى إن الجاني اتعور بمحاولة الإمساك بالسلاح أو خلال الجريمة نفسها. الشرطة أخدت العينة لمعمل مركزي وبعتوا النتيجة المستعجلة، والكل كان مستني تقرير الحمض النووي كأنه طوق نجاة. في نفس الوقت الشرطة بدأت ترجع لشخصية معينة، الشخص اللي اختفى في نفس الليلة وما حضرش شغله تاني يوم. كان اسمه الرسمي في السجلات ماركوس دي سوزا سانتانا، شاب في العشرينات بيشتغل في المدرسة تحت بند مساعد خدمات، يعني دوره يدخل ويخرج من الممرات الخلفية طول الوقت. الشرطة لما راحت بيته موجودش، جارته قالت إنه خرج من بدري جداً وما كانش لابس لبس شغل زي كل يوم. الكلمة دي اتسجلت رسمياً في المحضر. رجع ضباط المدرسة علشان يشوفوا آخر الأماكن اللي ظهر فيها. واحدة من العاملات قالت جملة مهمة: شفته واقف قريب من الممر الخلفي قبل الحفلة، بس اختفى قبل ما نكمل الترتيبات. الكلام ده اتسجل واتقارن جنب تقرير الحمض النووي اللي وصل بعد كام ساعة. النتيجة كانت صدمة. الدم اللي اتوجد في غرفة التخزين متطابق مع عينة قديمة لماركوس كانت متسجلة عند الشرطة. ماركوس قبل سنوات اتقبض عليه في قضية بسيطة، لكن اتسجل له تحليل DNA وقتها، وده كان السبب الوحيد اللي خلى الشرطة تلاقي تطابق بسرعة بالشكل ده. التقرير وصل للمحقق المسؤول وقال جملة واضحة: بقى عندنا أول مشتبه رسمي والدم بيأكد وجوده في مكان الجريمة. الشرطة فوراً طلعت مذكرة ضبط وصورته اتنشرت في المدينة في أقل من ساعة. الإعلام بقى محاصر بيت أهله والمدرسة والمستشفى وكل شبر في المنطقة. لكن بالرغم من كل ده ماركوس كان مختفي تماماً. المحققين بدأوا يدوروا في ماضيه، عايزين يعرفوا هو كان فين يوم الحفلة وليه اختفى بعدها، وإزاي عينة الدم اتوجدت جوه غرفة الجريمة نفسها. ومع كل سؤال اللغز كان بيكبر والمدينة بتغلي والشرطة بتتحرك بسرعة عمرها ما عملتها قبل كده. لكن الشاهد الأهم اللي هيدخل في الأحداث في الفصل الرابع كان لسه ما تكلمش. بعد ساعات من إعلان إن الدم اللي في غرفة التخزين يخص ماركوس دي سوزا سانتانا، الشرطة بدأت أكبر عملية مطاردة في تاريخ بترولينا. كل الدوريات نزلت الشوارع، الأكمنة اتعملت في كل مخارج المدينة، والصور بتصدر للتلفزيون لحظة بلحظة. لكن الغريبة إن ماركوس كان دايماً خطوة قدام الجميع. اتضح إنه خرج من المدينة قبل ما الشرطة تتحرك رسمياً، وأول شاهد رجعهم على بداية خيط جديد كان سائق دراجة نارية. الراجل اتصل بالشرطة وقال إنه شاف شاب مرتبك جداً بيوقفه على الطريق السريع حوالي الساعة 9 الصبح اليوم اللي بعد الجريمة مباشرة. وصفه كان دقيق، نفس الطول، نفس الشكل، نفس التيشيرت اللي ماركوس كان لابسه في المدرسة. السائق قال جملة الشرطة استوقفت عندها: إيده كانت ملفوفة بقماشة وكان الدم بيظهر من تحتها. هنا المشهد اتربط فجأة بالدليل الأساسي داخل غرفة الجريمة. الدم اللي اتوجد أول غرفة مش دم بياتريز، ده دم الجاني اللي اتعور. يعني ماركوس خرج من المدرسة مصاب ومشي مسافة لحد ما حاول يوقف أي وسيلة نقل تعربه.
السائق رفض ياخده لأن شكله كان مريب، لكن بعدها بكذا ساعة الشرطة قدرت تحصل على تسجيل كاميرا محطة بنزين على بعد 15 كيلو من المدينة. وفي التسجيل كان في شاب ماشي بسرعة ملفوف إيده وبيحاول يشتري مية من غير ما يبص في وش حد. الخبير الجنائي قال ده غالباً وقت ما حاول يوقف النزيف بنفسه. التسجيل اتأكد إنه ليه بعض مقارنة تفاصيل الوجه، وده كان أول ظهور ليه بعد هروبه. في نفس الوقت الشرطة كانت بتحقق في حياته وعلاقاته. ملف ماركوس كان فيه معلومات قليلة لكنه مهزوز جدا، طرده من مدرسة سابقة بسبب سلوك عدواني، مشاكل أسرية، وملف قديم عن تعدي على ممتلكات عامة في سن أصغر. لكن أهم حاجة ظهرت شهادة من زميل قديم ليه في المدرسة. الولد بلغ الشرطة وقال ماركوس كان بيكره الحفلات وبيكره الزحمة، بس أكتر حاجة كان بيقولها إنه يقدر يدخل أي مكان محدش واخد باله منه. الكلام ده عمل صدمة لأنه شبه اعتراف سابق بإنه يقدر يتحرك وسط المدرسة من غير ما حد يلاحظ. وبينما الشرطة بتلم الشهادات جات أهم مكالمة في القضية. راجل من قرية صغيرة خارج بترولينا اتصل وقال إنه شاف شاب غريب نايم ورا مخزن مهجور على أطراف المنطقة، ولما قرب منه لقى إيده مربوطة بقماشة بيضة عليها دم جاف. الوصف مطابق والوقت مطابق، ووجه الشاب حسب كلام الراجل شبه اللي في الصورة المنتشرة في الإعلام. الشرطة اتحركت بسرعة مجنونة للمكان، قوات كبيرة، كلاب بوليسية ووحدات خاصة، لكن لما وصلوا المكان كان فاضي. اللي فضل في الأرض بس قطعة قماش عليها آثار دم ومسار أقدام داخل الغابة الصغيرة. العينة اللي اتخذت من القماشة اتفحصت فوراً والنتيجة كانت صادمة: دم ماركوس للمرة التانية. ده كان تأكيد رسمي إنه مصاب إصابة كبيرة، وإنه بيهرب وهو بينزف، وإنه لسه حي في الوقت ده. وبهذه العينة الشرطة قدرت تحدد اتجاه هروبه بدقة، وبدأت مرحلة جديدة من التحقيق، مطاردة طويلة في الغابات والأراضي المفتوحة، وكل خطوة فيها كانت بتقربهم منه سنتيمتر ورا سنتيمتر. لكن الحقيقة الأكبر لسه ما ظهرتش، والسر اللي ورا اختفاء بياتريز كان هيظهر لأول مرة لما الشرطة هتعثر على أول دليل يربط ماركوس بالمكان اللي اختفى فيه يوم الجريمة. بعد كل اللي حصل، أخيراً الشرطة عرفت توصل للجاني في ليلة هادية والمدينة نايمة. اتلقى المحقق اتصال من المعمل الجنائي. الصوت في التليفون كان متوتر وواضح إنه فاهم حجم اللحظة. DNA اتطابق. الاسم اللي ظهر ماركوس دي سوزا، سباك كان بيشتغل بعقد مؤقت في المدرسة قبل الحادث بشهور. كان معروف بتصرفاته العدوانية وتسجل ضده سلوكيات غريبة، لكن مفيش حد خده على محمل الجد. بعد انتهاء شغله اختفى فجأة من المدينة. الشرطة حددت مكانه في ولاية تانية، وكان عايش هناك بهوية جديدة. في اللحظة اللي اقتربوا منه حاول يهرب، لكن اتقبض عليه بعد مطاردة قذرة. التحقيق مع ماركوس كان مشحون. في البداية أنكر كل شيء وقال إنه اتهم ظلم، لكن لما واجهوه بالتحليل الجيني وبالآثار اللي اتجمعت وبتسجيلات دخوله وخروجه من المدرسة في نفس توقيت اختفاء بياتريس انهار. ما قالش التفاصيل بالكامل وما اعترفش بشكل مباشر بالجريمة، لكن جمل قليلة خرجت منه كانت كفيلة تقطع الشك باليقين. كنت بدور على مكان فاضي وباقي اللي حصل خرج عن سيطرتي. الجملة الغامضة دي أكدت للشرطة إنه كان في المكان الخطأ في الوقت الخطأ، وإن العنف اللي حصل مش مجرد صدفة بل فعل متعمد من شخص مضطرب. المدينة كلها انقسمت، في ناس صدقت إنهم أخيراً لقوا القاتل، وفي ناس شايفة إنه رغم كل الأدلة الراجل ده ما اعترفش مباشرة وإنه القضية لسه مش واضحة بالكامل. لكن بالنسبة لعيلة بياتريس كانت أول مرة يحسوا إن في حقيقة بدأت تطفو بعد شهور طويلة من الظلام. ومع تحويل ماركوس للمحاكمة بدأت تفاصيل تانية تظهر، تفاصيل عن شغله في المدرسة وعن لحظات كان بيختفي فيها وعن بلاغات سابقة ضده ما اتخذتش بجدية. كل دي كانت خيوط صغيرة لكنها شكلت الصورة اللي الشرطة كانت بتدور عليها من البداية. ومع كل خطوة في التحقيق كان العالم كله بيراقب، لأن القضية دي ما بقتش مجرد جريمة، بقت رمز لمعركة أكبر ضد الإهمال وضد ضياع حقوق الأطفال وضد فكرة إن القاتل ممكن يستخبى في مكان أقرب مما نتخيل. مع انتشار خبر القبض على ماركوس دي سوزا ما كانش الشارع في بترولينا هادي زي ما الشرطة توقعت. بالعكس، المدينة تحولت لساحة صوت واحد.
العدالة لبياتريس. لكن في نفس الوقت الناس كانت شايفة إن الصورة لسه ناقصة. عيلة بياتريس كانت متابعة القضية خطوة بخطوة، وكانت بتقابل المحققين وتراجع الفيديوهات والوثائق بنفسها. ووقتها ظهر أكبر سؤال: إزاي حد غريب يدخل المدرسة بسهولة في يوم احتفال كبير ومحدش ياخد باله؟ المدرسة كان فيها بوابة وفيها كاميرات وفيها أمن، ومع ذلك دخل ماركوس ولف في المكان من غير ما حد يوقفه. الصدمة إن بعض كاميرات المدرسة كانت بايظة يوم الحادث، والكاميرات اللي كانت شغالة ما كانتش بتغطي الجزء اللي اختفت فيه بياتريس. الناس بدأت تشك مش بس في ماركوس، لكن في الإدارة نفسها. هل كان في حد سهل دخوله؟ هل كان حد عارف إنه موجود؟ هل حصل إهمال متعمد ولا مجرد صدفة سودة؟ عيلة بياتريس قدمت طلب رسمي لمراجعة كل التسجيلات من جديد، وطلبوا لجنة مستقلة من العاصمة. المفاجأة إن اللجنة اكتشفت حاجة محدش ركز عليها قبل كده. كاميرا عند مدخل المدرسة سجلت لحظة دخول ماركوس، لكنه دخل من غير ما يبص لحد، كأنه عارف الطريق كويس. اللقطة دي فتحت باب جديد من الشك. ماركوس اشتغل سباك في المدرسة قبل الحادث، لكن محدش قادر يثبت إنه يعرف الأماكن الداخلية بالتفصيل. مع ده ظهرت شهادات من مدرسين قالوا إنهم شافوه قبل كده في ممرات المدرسة، وإنه كان بيبص للأطفال بطريقة غريبة. ده خلى القضية تاخد منحنى تاني، مش بس قاتل، لكن احتمال وجود إهمال كبير سمح له إنه يرتكب جريمته. وفي النص ده كله كانت الأم لوسينيا بتتحرك في كل اتجاه، بتزور الشرطة وبتقابل مسؤولين وبتطلع في الإعلام وبتحارب عشان القضية ما تتقفلش. كانت بتقول دايماً: أنا مش بدور على الانتقام، أنا بدور على الحقيقة الكاملة. وبينما الضغوط بتزيد، ظهرت معلومة جديدة من خلال تحليل المكالمات القديمة. تم رصد مكالمة من هاتف ماركوس بعد الجريمة مباشرة، مكالمة قصيرة جدا مدتها ثواني، اتعملت من منطقة قريبة من المدرسة. اللي أغرب إن الرقم اللي اتصل بيه ما تعرفش صاحبه لحد النهاردة. الشرطة ما أعلنتش تفاصيل الرقم لأنهم كانوا خايفين القضية تكبر بشكل يخرج عن سيطرتهم. لكن وجود المكالمة دي كان معناه إن ماركوس ما كانش لوحده بعد ما خرج من المدرسة، أو على الأقل اتواصل بحد مباشرة بعد الجريمة. المدينة انفجرت من جديد. في ناس شايفة إن ماركوس هو القاتل الوحيد، وناس تانية مقتنعة إن في شخص تاني كان ليه دور، أو على الأقل ساعده على الهروب وقتها. كل ده حصل قبل ما يبدأ أول جلسات المحاكمة، محاكمة هتهز البرازيل كلها، لأن الأول مرة القضية بقت بين إيدين القضاء رسمياً. ولما أعلنت المحكمة موعد الجلسة، الناس اتجمعت قدامها بالآلاف كأنها معركة مصيرية. الجميع كان مستني يعرف: هل ماركوس هيعترف ولا لسه الحقيقة مستخبية؟ يوم المحاكمة الأول ما كانش يوم عادي. مبنى المحكمة في بترولينا كان محاصر بالناس، الأعلام واللافتات اللي بتطالب بالعدالة لبياتريس. الهدوء اللي كان بيغطي الشوارع من شهور اختفى وتحول لصوت واحد: احكموا بالحق. ماركوس دي سوزا دخل القاعة محاط بحراسة مشددة، وشه ثابت، ولا أثر تردد ولا نظرة ندم. ولما بدأ القاضي يقرأ تفاصيل الجريمة ما تحركش، كأنه بيسمع قصة ما تخصوش. أول حاجة طلبتها المحكمة كانت عرض الأدلة. المشرط اللي أثبتت التحقيقات إنه الأداة المستخدمة في الجريمة، آثار DNA، تسجيلات الكاميرات، والشهادات اللي جمعتها الشرطة. لكن اللحظة اللي هزت القاعة كلها كانت دخول والدة بياتريس، لوسينيا موتا. وقفت قدام ماركوس مباشرة وبصوت ثابت قالت: أنا مش بدور على الانتقام، أنا بدور على الحقيقة اللي بنتي تستحقها. المحكمة سألت ماركوس سؤال واحد مصيري: هل كنت وحدك وقت ارتكاب الجريمة؟ ماركوس وقتها عمل الحاجة اللي محدش توقعه، رفض الكلام. لا اعتراف ولا نفي ولا حتى محاولة دفاع، اكتفى بالصمت. الصمت ده كان أخطر من أي اعتراف، لأن كل حاجة جت بعده بقت مفتوحة لكل الاحتمالات. بعد يومين من الجلسات صدر الحكم الرسمي: السجن 40 سنة، أقصى عقوبة ممكنة في القانون البرازيلي وقتها. لكن رغم الحكم المدينة ما احتفلتش. كان في إحساس عام إنه جزء في القصة لسه مختفي، لأن أسئلة كتير فضلت من غير إجابة.
بوينت A: ليه كاميرات المدرسة اتعطلت في اليوم الوحيد اللي حصلت فيها الجريمة؟ بوينت B: إزاي ماركوس دخل المدرسة بسهولة في وقت زحمة من غير ما حد يوقفه؟ بوينت C: المكالمة اللي عملها بعد الجريمة كانت لمين؟ بوينت D: هل كان في شخص تاني ولا كل ده مصادفات قاسية؟ عيلة بياتريس ما استسلمتش. بعد الحكم بدأت حملة ضخمة لإصلاح المدارس وزيادة الأمان وتجديد الكاميرات، والأم بدأت حركة مجتمعية اسمها ناو إسكيسا بياتريس، ما تنسوش بياتريس، تنادي بالشفافية في التحقيقات والحوادث اللي زيها. الجمهور دعمها، وحتى اللي مقتنع إن ماركوس هو القاتل الوحيد كانوا شايفين إن حاجة في السرد الرسمي ناقصة. القضية بقت رمز مش بس لقتل طفلة، لكن لعلامة استفهام ضخمة عن الإهمال، الستر والتساؤلات اللي ما وصلتش الإجابة. وفي الذكرى السنوية للجريمة اتجمع الآلاف في المدرسة اللي حصلت فيها الواقعة، وقفوا في نفس الممر اللي اختفت منه بياتريس، وحملوا ورد أبيض وقالوا بصوت واحد: بياتريس مش رقم، بياتريس قصة ما انتهتش. وبالفعل حتى بعد الحكم، حتى بعد السنوات، لسه في ناس في البرازيل مقتنعة إن الحقيقة عمرها ما اتقالت كاملة. وهنا بتنتهي القضية، لكن مش نهاية الحقيقة، لأن الحقيقة زي ما قالت أمها مهما اتأخرت عمرها ما بتضيع. ودي كانت قصة بياتريس أنجليكا موتا، قصة حزينة واقعية مليانة أسئلة لحد النهاردة. كل اللي حصل فيها بيورينا قد إيه الإهمال والستر ممكن يجروا مصايب كبيرة، وبيفكرنا دايماً إن كل طفل يستحق أمان وحماية. لو عجبك الفيديو وعايز تعرف كل تفاصيل القضايا الحقيقية اللي بتحصل حوالينا، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شاركنا رأيك في التعليقات، إيه أكتر حاجة شدت انتباهك في قضية بياتريس؟ واللي حابب نعمل عنه فيديوهات تانية حقيقية زي دي قولولنا، وإحنا هنجمع كل المعلومات ونعمل حلقة كاملة بنفس الأسلوب الطويل والمفصل. وافتكروا دايماً، الحقيقة مهما اتأخرت لسه بتوصل للي يستحق يعرفها.